السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين متابعين قناتي، أهلا وسهلا بكم. واضح إن حسام حسن ومحمد صلاح العلاقة بينهم لسه مش تمام. بعد ماتش نيوزيلندا وكرواتيا في البطولة الودية اللي اتغلبنا 4-2 من كرواتيا فيها، حسام حسن تقريبا اتكلم عن كل اللعيبة الغايبة والمصابة وما جابش سيرة محمد صلاح خالص. واضح ان حسام حسن منفسن وزعلان من صلاح، وكان قايل في تصريحات قبل كده مع مهيب ايام بطولة افريقيا ان كان المفروض يقعد مع الفريق محمد صلاح وما يسيبش الفريق ويرجع يتعالج في انجلترا. ومحمد صلاح واضح انه زعلان انه تجاهله وزعلان من تصريحات حسام. احنا عارفين دايما وعارفين كويس ان شخصية حسام شخصية تصادمية، بس يمكن عقل في الآخر، وإبراهيم برضه تصادمي جدا، فيمكن دي المشكلة. وحتى وزير الرياضة بنفسه تدخل وقال الماتشات اللي جاية للمنتخب الرسمية اللي هي تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو وكده، ماتش بوركينا فاسو وغينيا، محمد صلاح هيبقى متواجد. بس هو السؤال، هل فعلا حسام حسن وإبراهيم حسن مش قادرين يتواصلوا مع محمد صلاح؟ وهل فعلا حل المشكله دي زي ما قال مدحت شلبي قبل كده، سافر يا صلاح سافر يا حسام حسن لمحمد صلاح في انجلترا، روح له ليفربول واقعد معاه قعده عرب وبوس راسه وقول له معلش ما تزعلش مننا؟ هل الموضوع هيوصل لكده؟ مش عارفين، بس واضح ان المشكله لسه شغاله، واللي اضطر فيها وزير الرياضه يتدخل ويقول ان مفيش مشكله وصلاح هيبقى متواجد. ياما هنعيش وياما هنشوف وربنا يسهل، وطبعا احنا محتاجين صلاح وبنحترمه وهو فخر العرب وكل حاجه. وحسام بقى هد اللعب يا حسام شويه، ما تبقاش تصادمي، عشان لازم تكسب الراجل ولازم يجيلك ويساعدك، عشان احنا برضو محتاجين صلاح في الماتشات اللي جايه. فمش هينفع انكم تفضلوا كده تتخانقوا وتصرحوا وتزعلوا بعض، ده في الاخر هيطبل علينا في ماتشاتنا مع اللي جايه، هيطبل على منتخب مصر، وهيبقى يعني تأثيره سلبي خالص علينا. واحنا اصلا يعني حسام بيحاول يبني فريق ويطلعه من شغل البطة والوزة اللي كان موجود قبل كده مع فيتوريا. يا ربنا يستر وربنا يصلح بينهم، والصلح خير يا جماعة. أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لحسن المتابعة. ميرسي.